في داخل المرمى داخل منطقة الجزاء. كرة عالية ضغط 18 اللعب توصل واحد لحسين بيصلح بيمينه كرة عكسية حبيب جعفر ضربة حبيب جعفر حلوة من حسين لحبيب جعفر اللي حط الكرة ضغط مثلا في الدقيقة 13 من الشوط الأول الثاني. واحد للمنتخب العراقي لا شيء للمنتخب القطري. باسل يعدي باسل جات اليمين عار حبيب عدي حبيب وكرة عكسية قدام حلوة براسه لكن هدفين للمنتخب العراقي لا شيء للمنتخب. شوف لاعب قدام طويلة داخل غانم بتلعب العرض وهدف بتسجل هدف رغم انه غانم صايح في الارض. هدف في الدقيقة 13 لصالح منتخب العراق. كان غانم داخل بالكرة واتلعبت في الزاوية الضيقة اللي كان واقف فيها سالم في الدقيقة 13. هذه عادة افتكروا الدفاع انه غانم ده اللي في رجله كورة انه تسلل وماشي بيها ولعبها بالعرض وتتلعب. حارس معاه محمد عبد الجواد رجعها للخلف لناطق لباسل يمرر الكرة دي في قدام الجون وليه هدف ثاني برضو الدفاع واقف تتفرج على اساس انه باسل مع انه الكرة اتنقلت ويتسجل الهدف الثاني في الدقيقة 27. بيضاء والقمصان البيضاء ايضا ثم يلعب الفريق البحريني على يسار الساده المشاهدين. كرة ما فيها شيء تروح ناحية حسين احمد راضي معاه كم سيد تصويب احمد في المرمى من ليث حسين. في المرمى احمد راضي على يمين ليث حسين شتت انتباه المدافعين. في فقرة ذاكرة أهداف أحبة المشاهد تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي المباشر سبورت ويك الأسبوع الرياضي. إيميل البرنامج الظاهر أسفل الشاشة بانتظار آرائكم ومقترحاتكم ورسائلكم. إذا لا نقول لكم إلى اللقاء بل نقول انتظرونا يوم الثلاثاء المقبل. وحتى يحين هذا الموعد نترككم برعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.